ما أول ما نطق به الإنسان؟ وركز شوية. ما أول ما نطق به إنسان؟ وركز معنا. لحظة، ركز ركز، إذا ما استطعت ممكن تستعين بغيرك. الحمد لله تقريبا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. متى نطقها؟ أبونا آدم ساعة ما بدأ أول شيء. عندك فكرة كيف؟ يعني معناته عندما نفخ فيه الروح قال الحمد لله. كلام سليم إلى حد ما، إجابة جيدة تماما. حينما نفخ في آدم الروح بعد أن خلقه الله، نفخ الله في الروح فعطس آدم. عطس آدم فقال الحمد لله، فقال له إيش؟ يرحمك ربك. رد عليه الله سبحانه وتعالى. فكانت يرحمك، يعني عندما قال الحمد لله يرحمك ربك، يعني كانت أول كلمة نطقها الإنسان، وكان توفيقا من الله سبحانه وتعالى أن جعل آدم ينطق بهذه الكلمة العظيمة الحمد لله سبحانه وتعالى. فله الحمد في الأولى وفي الأخرى، وله الحمد على كل حال سبحانه وتعالى، فنعمه لا تعد ولا تحصى. وإجابة سليمة كمان. ونضيف كم؟ لا خلاص يعني كيف؟ ان شاء الله والله ان شاء الله اذا 50 يكفي 50 50,000 ريال لأخينا استحقها عن جزئي السؤال. السؤال الأول: ما الثلاثة التي تنفذ الخطايا؟ إجابة سليمة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والسؤال الثاني: ما أول ما نطق به آدم أو ما نطق به إنسان؟ هو الحمد لله. حينما نفخ الروح في آدم فقال عطس فقال الحمد لله، فقاله ربه جل وعلا يرحمك ربك. و50,000 ريال نسلمها لأخي. اسمك يا أخي؟ عبد القاهر عبد العزيز السروري. 50,000 ريال في صنعاء العاصمة. مبروك عليك الجائزة. الله الله يا الله 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 يا الله.